مساء الخير عليكم، يا رب دايما كده تكونوا بخير وسعادة. النهاردة فيديو جديد ووصفة جديدة. هنعمل مع بعض بقى جاتوه صيامي من غير بيض أو لبن أو زبدة. مكوناته بسيطة جدا والطعم ما تفرقوش أبدا عن الجاتوه العادي، مناسب كمان للناس اللي عندها حساسية من البيض واللبن. وكمان هنعمل كبات من الترافل من بواقي الجاتوه، شكلها تحفة جدا وطعمها كمان أحلى من شكلها. وهوريلكوا دلوقتي صور لجاتوهات وترى صيامي عملتها معاكم على القناة في فيديوهات قبل كده. شايفين بقى شكلها تحفة ازاي؟ كل الحاجات دي موجودة على القناة، بإذن ربنا هحطها لكم في صندوق الوصف. كل الحاجات دي صيامي عملناها مع بعض على القناة، شايفين شكلها تحفة ازاي وطعمها بقى مش عايزة اقول لكم. ويلا بينا بقى نشوف الجاتو بتاعنا النهاردة، شايفين تحفة ازاي؟ تقدري بقى تعمليه في كل مناسباتك، وانا اوعدك ان هو هيشرفه في كل المناسبات. تابعيني بقى في الفيديو علشان تشوفي الطريقة، ويلا كده بسرعة اشتركي في القناة ولايك وشير لو عجبك الفيديو. في البداية كده انا هعمل الجناش بتاعي الاول. انا معايا كوباية شوكولاتة مكسراها زي ما انتوا شايفين كده، ومعايا نص كوباية من المية السخنة، لازم تكون سخنة قوي. ومعايا معلقتين كبار من الكريم شانتيه النباتي. الكريم شانتيه ده صيامي وموجود ومتوفر عند مستلزمات الحلواني. لو الشوكولاتة دي 100 جرام يبقى المية 50 ملي. لو الشوكولاتة دي كوباية تبقى المية نص كوباية. يعني لازم الشوكولاتة تبقى ضعف المية والمية نص الشوكولاتة. حطيت كده الكريم شانتيه على المية وقلبتهم وضفت الشوكولاتة. بقى معايا احلى جناش صيامي بالشكل ده، وهسيبه بقى يبرد. دلوقتي بقى هبتدي ان انا اعمل سبونج. انا معايا 350 جرام من السبونج الجاهز الصيامي، موجود ومتوفر عند مستلزمات الحلويات، وبيبقى فيه فانيليا وفيه شوكولاتة. انا جبت النهارده شوكولاتة. ومعايا كوباية من المية وكيس كيك شيف. هي دي المكونات بتاعتي مش اكتر من كده. يبقى انا معايا 350 جرام من سبونج الشوكولاتة. ولو عايزة تعمليه فانيليا مفيش اي مشكلة، يبقى انت هتجيبي 350 جرام من سبونج الفانيليا، كوباية من المية، وكمان كيس كيك شيف. جبت كده العجان بتاعي. وممكن لو مش متواجد عجان او مش متوفر مفيش اي مشكلة، هتستخدمي المضرب الكهربائي. طب هل ينفع المضرب اليدوي؟ لا، ما ينفعش. انا عشان عايزة اغمق لونه شوية حطيت له كده معلقة من الكاكاو، كاكاو الدارك. وحطيت كده المية، وكمان حطيت كيس الكيك شيف. المكونات كده على بعضها، مفيش حاجة قبل حاجة. وبعد كده دلوقتي لان ده سبونج جاهز، ودلوقتي هبتدي ان انا اشغل العجان زي ما انتوا شايفين كده. طيب انا كنت هعمل الاول المقدار ده واحطه في صاج، بس انا قلت مفيش مشكلة، بدل ما اشغل العجان مرتين هحط عليه مقدار تاني. المقدار التاني برضو 350 جرام من سبونج الشوكولاتة وكوباية مية وكيس كيك شيف. يبقى انا حطيت المقدارين في العجان مرة واحدة، ملولي العجان زي ما انتوا شايفين كده. واللون بتاعه حلو قوي. برضو حطيت معلقة الكاكاو. عايزة تستغني عنها مفيش اي مشكلة، بس هو بيبقى لونه فاتح شوية. انا عاملة مقدارين علشان هعمل دستين اتنين من الجاتو. لو انت عايزة تعملي نص الكمية يبقى هتعملي مقدار واحد بس. هقسم بقى الخليط بتاعي على صاجين زي ما انتوا شايفين كده. الصاج ده 30 في 40. الصاج ده 30 في 40. حطيت ورقة زبدة كده، حطيتها بس لزقتها كده بالمية. وابتدأت ان انا احط الاسبونش بتاعي، قسمته بالظبط على صينيتين. عايزة تفصلي وتعملي بالمضرب الكهربائي عادي مقدار، وبعد كده تعملي مقدار تاني، حلو جدا. بس عشان انا شغلت العجان حطيت المقدارين مع بعض وقسمتهم بالشكل ده. وفي الوقت ده انا مشغله الفرن على درجة حرارة 200. طبعا الاسبونش ده هيبقى ارتفاعه بسيط، فاحنا بنشغل على درجة حرارة 200. بيقعد حوالي 10 دقايق، ما تزوديش عن 10 دقايق عشان منشفش معاكي. ابتدأت اسويه بالشكل ده. ودلوقتي بقى هدخله الفرن. هدخل واحد وبعد كده هدخل واحد تاني. بيقعد 10 دقايق مش اكتر من كده. اول ما بيطلع من الفرن انا لازم اغطيه بفوطة كده حوالي ساعة، ما اشتغلش فيه على طول. والاسبونش بقى زي ما انتوا شايفين كده من جوه طري وهش جدا. غطيت كده الصاجين بتوعي. وابتدأت بقى ان انا اعمل كريم شانتيه. جبت كده كوباية ونص من المية المتلجة، وحطيت عليهم نص كوباية من السكر في العجان زي ما انتوا شايفين. وممكن تضربيه بالمضرب الكهربي عادي جدا، لكن المضرب اليدوي مش هينفع. ودوبت السكر كده مع المية بالشكل ده الاول، مش لازم سكر بودر ولا حاجة. وحطيت كوباية ونص من الكريم شانتيه النباتي الصيامي الموجود ومتوفر عند مستلزمات الحلواني. قولي له عايزة كريم شانتيه صيامي. وحطيت كده معلقتين من الكاكاو، وكمان حطيت معلقتين كبار من الجناش اللي احنا عاملينه في اول الفيديو. بقى الكريم شانتيه بتاعنا جاهز بالشكل ده. دلوقتي بقى هبتدي اشتغل في الجاتو بتاعي. همسك كده السكينة بتاعتي وافصل الاجناب بالشكل ده. طبعا انا حاطه ورق زبدة تحت عشان ما يلزقش معايا في الصاج.
وهبتدي كده اقلب الصاج بتاعي زي ما انتوا شايفين كده، اتقلب معايا بكل سهولة. وهشيل ورقة الزبدة كده سهلة جدا. ده اول صاج. تاني صاج برضو هبتدي اعمله بالشكل ده، بس تاني صاج بقى انا لازم اشيل القشرة بتاعته، هو مفهوش بيض ولا حاجة، بس القشرة دي هتفصل لي الكريمة. الصاج الاولاني انا ما فصلتوش لان هحطه في الارضيه، وعايزه برضو تشيلي قشرته مفيش اي مشكله. بس الصاج التاني انا شلت الوش بتاعه، علشان ده انا هحطه كده من فوق هيفصل لي الكريمه، وهتبقى الطبقتين مفصولين عن بعض. شلت كده ورق الزبده زي ما انتوا شايفين بيتشال معايا بكل سهوله، وجبت صينيه كده وقلبتها، وحطيت عليها كده يعني معلقه من الاسبونج عشان اقدر اثبت الاسبونج بتاعي. حطيت اول جزء زي ما انتوا شايفين كده، وثبته على الكريم شانتيه على الصينيه، وابتدأت بقى احط الكريم شانتيه بتاعي في كيس حلواني كده. مهم جدا تحطيه في كيس حلواني علشان خاطر تبقى الاجزاء كلها متساويه، مفيش حته كده عاليه وحته منخفضه، يبقى شكل الكريمه كده بيرفكت. وابتدأت اجيب الاسباتيول بقى واساوي الكريمه بالشكل ده. اللير التاني جيت اشيله، حسيت ان هو هيتقطع مني فقسمته جزئين بالشكل ده، عشان انا شلت الوش بتاعه فبقى رقيق شويه. قسمته جزئين عشان اقدر اشيله بكل سهوله، مفيش اي حاجه، ومش ده عيب ولا اي حاجه خالص، ومش هيبان في التقطيع ولا اي حاجه. خلاص احنا حطيناه وكانه لير واحد، ما اتقسمش ولا حاجه. وجبت برضو باقي الكريم شانتيه وحطيته على الوش بالشكل ده. انا استخدمت كوبايه ونص من كريم شانتيه، اتبقى معايا شويه هزين بيهم. وابتدأت كده اساوي الوش حلو قوي، ودخلته دلوقتي الفريزر حوالي ساعتين، يعني من ساعة لساعتين. وجبت كده الجناش وحطيته على الوش، وابتدأت بقى ان انا اساوي بالاسباتيول كده، وبعد كده هدخله الفريزر ليلة كاملة. يعني انتي لو مستعجلة مش اقل من 6 ساعات عشان تشتغلي فيه. اهو بعد ليلة، يعني انا كنت عاملاه بالليل، طلعته الصبح بقى من الفريزر، وابتدأت بقى ان انا اجيب مية سخنة، حطاها في الازازة اللي انتوا شايفينها، وحاطة الطرنش في المية السخنة، وببدأ اطلع كده من المية السخنة بسرعة وبقطع، بيدينا قطع حلوة جدا. لو ما عملتيش كده الجاتو بتاعك هيبقى شعبي جدا، وهتبصي تلاقيه كده مشرشر وهيبقى شكله وحش قوي، والجاتو كده يتفرفت معاكي والكيك يبقى شكله وحش جدا. قطعت كده الاربع اجناب دول، مش هيترموا ولا حاجه، هنعمل بيهم احلى قباط اللي شفتوها في اول الفيديو. شايفين القطع حلوه ازاي؟ لو ما حطيتيش الطرنش في الميه السخنه الكيك بتاعك هيتهربد ويتفرفت، ويبقى شكل الجاتو وحش جدا. انا كان عندي الجيلو بتاع الكراميل، المكونات دي كلها نباتيه، هستخدمه في التزيين. حطيته كده في قمع تزيين او كيس عادي، ممكن تحطيه في كيس عادي جدا. وابتدأت بقى ان انا ازين بيه بالشكل ده خطوط مايلة كده، بس هو انا حاسة ان الكاميرا مطلعاه شكله غامق شوية، هو افتح من كده. ممكن تزيني باي حاجة عندك، مفيش اي مشكلة، ممكن تستغني كمان عن الخطوة دي. ودلوقتي بقى الكيك بتاعي جاهز للتقطيع، اهم حاجة يكون متلج ويكون جنبك مية سخنة. انا قسمته كده ل3 زي ما انتوا شايفين كده بالعرض. احنا الصاج بتاعنا 30 في 40، يعني انا هاخد كده الجزء اللي هو 30 هقسمه ل3 اجزاء، بس طبعا انا قطعت اللي هي الاجناب، فتقريبا قطعة الجاتوه هيبقى طولها تقريبا يعني 7 سنتي 8 سنتي في الحدود دي. وابتدأت بقى اقطعه بالشكل ده، بس جبت القاعدة اللي هي السمرة دي بتاعة الجاتوه اللي بيتباع بره، وقست بيها. وبعد كده قطعت زي ما انتوا شايفين كده، وهقطع برضو الجزء التاني كده. الطرنش بتاعي مش طويل، فقطعت كده قطعتين الاول، وبعد كده قطعت القطعة دي من الناحية التانية. سهل يا جماعة، طريقته سهلة جدا، ما تستصعبوش اي حاجة، اهم حاجة بس يكون جنبك مية سخنة. انا باكد على موضوع المية السخنة عشان تطلع القطعة معاكي كده بيرفكت، ما فيهاش ولا كلمة. القطعة الأخيرة دي كانت كبيرة، كان ممكن أعملها مثلثات، بس أنا قلت مفيش مشكلة هعمل كله شكل بعضه. شايفين بقى الجاتو بتاعنا شكله تحفة، والكريمة زي ما انتوا شايفين كده علشان عملناها بقمع التزيين كلها متساوية وشكلها تحفة. بصوا بقى معايا القطعة التانية حلوة جدا، أحلى من اللي بتشتريه من بره كمان. الطريقة سهلة يا جماعة وبسيطة جدا، عشان انتي في الصيام تقدري تعمليه بكل سهولة، ما تحتاجيش ان انتي تشتري من بره ولا حاجة. جبت بقى الكريم شانتيه الباقي وعملت روزيتات فوق الجاتوه بالشكل ده. وجبت كمان كريز والمالتيزر اللي هو الشوكولاته، حط كل الحاجات دي يا جماعه نباتيه، يعني كل الحاجات دي صيامي وموجوده عند مستلزمات الحلواني. دي بتبقى موجوده عندي دايما باستمرار في البيت، يعني كل ما ببقى خارجه بجيب حاجه، مش لازم يعني تكلفي نفسك مره واحده وتجيبي كل المستلزمات. كل ما تبقي خارجه كده وتلاقي حاجه قدامك هاتيها وحطيها عندك في التلاجة، لما تيجي تعملي الوصفه هتلاقي كل حاجه موجوده عندك. وجبت كده بندق وقطعته كده انصاف،
وحطيته بالشكل ده. التزيين الاخير ده بقى بتاعك انتي، ممكن تزيني باي شكل على حسب امكانياتك، ممكن كمان تزيني احلى من كده واحسن من كده كمان بكتير. بواقي جاتوه بقى انا مش هخلي الولاد تاكلها ولا حرميها ولا الكلام ده، لا انا هعمل بيها القباط الجميله دي. القباط دي كانت موجوده عندي فانا قلت استخدمها واعمل بيها قباط ترافل. حطيت كده بواقي الجاتوه زي ما انتوا شايفين، وابتدأت كده اجيب الكريمه الباقيه. انا كان عندي كريمه باقيه عشان كده فكرت قلت لا انا هرميها، انا هتصرف واعمل القباط دي. وجبت كده شويه مكسرات وحطيتها بالشكل ده، وحطيت تاني كده طبقه من بواقي الجاتوه اهو، وبعد كده هحط طبقه تاني من الكريمه. المهم ان مفيش حاجه تترمى. وبعدين ده الولاد كمان حبوا القباط دي احلى كمان من الجاتوه، شكلها عجبهم جدا. وحطيت كمان زي ما انا قلت لكم كده طبقه من الكريمه، وابتدأت كده ان انا اسويها بالمعلقه اهو زي ما انتوا شايفين كده. وبعد كده بقى هجيب الجناش بتاعي، كان باقي عندي شويه من الجناش. القباط دي يا جماعه بتلم لنا البواقي، وحطيت فوق القب بالشكل ده اهو. ان انت تميلي كده فبيملى سطح الكوبايه كلها. سهل جدا ومش عايز اي حاجه، وبتعملي كده حاجه من مفيش. شايفين شكل الكوبايه تحفه. وكان عندي البنت الصغيره قالت لي يا ماما انا عايزه بالنوتيلا. ده بقى فطاري، النوتيلا يا جماعه دي فطاري، ما ينفعش تعمليها صيامي، بس انا عملت دول لبنتي الصغنونه. وزوقت كده بقى بالكريز او بالمالتيزر، او شويه تحط شويه مكسرات كده على الوش اللي يعجبك. شايفين بقى دي ممكن تشتريها من بره بمبلغ وقدره. عملناها ببواقي جاتوه، تحفه جدا وطعمها مفيش بعد كده. احنا النهارده عملنا دستتين اتنين من الجاتوه. لو انت مش عايزه تعملي الكميه دي كلها، انت ممكن تجيبي نص المقدار بس وتعملي صاج واحد وتقسميه نصين تبداي تحطيهم فوق بعض وبينهم الكريمه، هيعمل لك نص الكميه، وده هيبقى حلو قوي. عايزين ناكل بقى الكوبايه دي مع بعض كده واوريها لكم من جوه. شايفين يا جماعه من جوه تحفه جدا، وما كلفتناش اي حاجه، والولاد فرحوا بيها جدا اكتر كمان من الجاتوه. انا بتمنى تكون طريقتنا النهارده عجبتكم، ولو عجبتكم طريقه الجاتوه ما تبخلوش عليا باللايك والشير. وكمان يا جماعه انا بحب تعليقاتكم الحلوه، يعني اللي جربت طريقه الجاتوه ترجع وتكتب لي تعليق حلو كده وتقولي رايها ايه في الطريقه بتاعتنا النهارده. ويلا بقى سلام، باي باي.